في كلمات تقشعر لها الأبدان. مارسيل كولر عبر الانستجرام قال: أعيش فترة من الحزن واليأس لا يتوقعها أحد، لأنني لم أتوقع أبدا بأنني سأترك النادي الأهلي لأي سبب من الأسباب. حتى زوجتي تلاحظ الحزن علي والزعل واليأس على وجهي، ودائما تطالبني بالطعام وأنا أرفض بشدة، حتى لا أخرج من المنزل، لأن كان لدي طموح وحلم وشغف كبير للعب مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية في أمريكا، وتحقيق إنجاز كبير يضيف لي شخصيا وللنادي الأهلي. كنت أريد الفوز بكأس العالم بهؤلاء الصفقات الجديدة التي طلبتهم بالاسم. حقا حزين للغاية، حقا لا أعرف النوم، ولكن هذه هي كرة القدم. سأذهب إلى أمريكا الأسبوع القادم لمشاهدة وتشجيع الأهلي ولاعبي الأهلي من أجل تحقيق إنجاز يليق بهذا النادي الكبير الذي تشرفت بالعمل به.